فتيجي اديكوا شويه نصايح عن التلاجة. لو سبت باب التلاجة مفتوح مش معنى كده ان الفريون بيخرج من التلاجة. الفريون ما بيخرجش ابدا، عشان الفريون ده جوه مواسير، بيخرج اثناء يحصل تسريب في المواسير او سدد او تغير الموتور. مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنقول ما تسيبش باب التلاجة مفتوح عشان ما تعملش جهد على الموتور ويفضل شغال دايركت وما يفصلش، عشان في ترموستات جوه لو ما حسيتش اللي هي حققت مش هتدي اوردر للموتور اللي هو يفصل. تعال اقول لكم على معلومه تانية. لو انت مسافره وعايزه تخلي التلاجة بتاعتك تحافظي عليها، لازم تنضفيها وتفضيها وتنشفيها وتفتحي بيبانها عشان المواسير ما تملحش، ولا حتى تصدي لو هي حديد. لو هي المونيا ممكن تملح. طيب تعال اقول لكم على معلومه ثالثه. لو انت عندك ميه بتقع في الدرج الاولاني، ده بسبب الهيتر. لو تلاجتك نو فروست. معلومه تانية، لو انت عندك الفريزر شغال بيتلج كويس بس ما بتسقعش في التلاجة تحت، يبقى انت كده عندك سدد. هتفضي الفريزر خالص وتدلقي فيه ميه سخنه عشان تسلكيه، وهتلاقي تلاجتك شغاله كما ينبغي. طيب انت بقى عندك الكاوتش بتاع الباب ما بيقفلش كويس قبل ما تغيريه، تعالي بقى جربي الطريقه ديت. هترش ميه سخنه حوالين الكاوتش كله، لازم تكون ميه بتغلي من الكاتل، ترشيها على الكاوتش كله. الكاوتش كله هتلاقيه مرن معاكي وبيقفل كويس. لو ما قفلش تبقى غيريه، بس الطريقه دي تعمليها قبل ما تغيريه. تعالوا بقى اقول لكم عشان ما يحصلكوش برومه في قلب التلاجة بتاعتكم تعملوا ايه. لازم التلاجة تبقى خاليه من الميه خالص، ما يبقاش فيها ميه، ما تبقاش بتنقط ميه. اي حاجه من الكلام دوت بتعمل برومه مع الوقت. بحبكم في الله، ما تنسونيش في اللايك في الشير عشان بقدم لكم معلومات. سلام.